ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. تعالوا نعمل مع بعض صينية كيكة كده حلوة، بس دي صينية ايه كبيرة، يعني مش هتبقى صينية صغيرة. دي الصينية اللي هتاخد معانا من معيارين من عمل صينية كيكة يعني وكده. حبيت اعمل صينية كبيرة، وهقول لكم برضو في الفيديو ليه انا عملتها صينية كبيرة، وايه الغرض في ايه، من ان انا اعملها صينية كبيرة كده. هقول لكم كل حاجة والتفاصيل معاكم دلوقتي، وعايزين اوريكم. بصوا انا كنت بقطعها دلوقتي سخنه جدا، فطبعا لو كنت ما استنيتهاش تبرد، طبعا لو كانت بردت ما كانتش هتطلع معايا، هتطلع بقى خرطه سليمه على بعضها. بصوا شايفين هشه قد ايه؟ ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين حلوه ازاي ومرتفعه خالص وما هبطتش مني. وتفاعل هقول لكم كل التفاصيل بالظبط، تنجح معاكي على طول، حتى لو انت لسه اول مره تعملي كيكه وخايفه منها. اول ما حاجه كده معانا هتجيبي شفشه الخلاط بتاعك. لو عندك هاند بلندر تقدري تستخدميه، ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، بس بصراحة الخلاط بينجز يعني. معانا هنا ايه؟ هنستخدم 4 بيضات. تمام، زي ما انا قلت لكم انا هعمل معيارين لان انا هعمل صينيه كبيره. مقاس الصينيه ايه والله مش عارفه، بس دي اكبر صينيه عندي في الطقم، اللي هو الصواني المستطيله اللي هم بيبقوا 3 كده فوق بعض، مش عارفه بيبقوا 3 ولا 4، 3. دي اكبر صينيه فيهم. تمام. تمام. هحط 4 بيضات. 4 بيضات في الخلاط. طبعا لازم تكون البيض بدرجة حرارة المطبخ. هنزل عليهم بإيه بقى؟ بكوبايتين من السكر. أدا كوباية وهحط التانية اهو. بصي بقى، السكر على فكرة يطلع معاكي مظبوط، مش اللي هي تبقى مسكرة جامد. طبعا لو حابة مثلا يعني سكرة أزيد ممكن تزودي شوية سكر كمان. بصي أهم حاجة تكوني مطلعة ايه حاجاتك في بره التلاجة من بدري جدا. أنا هنزل عليهم بكيس من الفانيليا. كيس الفانيليا ده من الكبير مش الصغير. لو الكيس الصغير حطي كيسين يعني كده، عشان برضو زفرة البيت. هنزل عليهم بايه؟ بمعلقة من الخل كبيرة، معلقة كبيرة. نزلت بايه بقى؟ بصوا انا كان عندي لبن رايب. تمام. هنزل بقى عليه بكوبايتين. بص هي تبقى كوبايه لبن رايب، وهكمل الكوبايه التانية كده عليهم شويه لبن، وبقيتها ميه عشان ما كانش عندي لبن الا شويه لبن صغيرين، فكملتها ايه ميه. طبعا ممكن تنزلي بكوبايتين. طبعا هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها كل المكونات. تنزلي بكوبايتين لبن، كوبايتين لبن رايب. ممكن يعني كوبايه مثلا لبن وكوبايه ميه، اللي متاح عندك تستخدمي. انا نزلت كوبايه لبن رايب وكوبايه شويه ميه على شويه لبن عشان ما اكذبش عليهم. وهتنزلي ايه؟ ب1 كيس فروتي برتقال، وتضربيهم كويس جدا كده في الخلاط. ترجعي تيجي تاني تضيفي عليهم بقى ايه؟ كوبايه زيت. ماشي. بتضربيها تاني في الخلاط، تضربيها كده كويس كده حوالي 5 دقايق. معانا بقى هنا الدقيق. بصي يا بنات، انا طبعا داخله الدقيق قبل كده وهرجع انخله كمان. كل ما بتنخلي الدقيق بيديكي طراوه اكتر، ايه بيدخل طراوه في الدقيق وكده، بيخلي الكيكه معاكي انجح وكمان. هنزل اول حاجه بكوبايتين من الدقيق. بكوبايتين او 3 كوبايات من الدقيق، نفس طبعا كوبايه اللي انا معايره بيها كل المكونات. وانزل عليها بكيسين من البيكنج باودر. طبعا او ممكن تستخدمي كيكي شيف، انا كان عندي بيكنج باودر نزلت بكيس. بصي ما تنزليش بالدقيق بتاعك كلته مره واحده. انا الصينيه الكبيره بتاعت المستطيله خدت معايا بالظبط 3 كوبايات ونص من الدقيق. طبعا انواع الدقيق بتختلف معاكي، من نوع دقيق نوع دقيق تاني بيختلف معاكي. فانا حبيت انزل اول ب3 كوبايات، بكوبايتين. نزلت الاول ب3 كوبايات مش كوبايتين، بعد كده ضفت النص. انت بقى ايه يفضل مثلا تنزلي بكوبايتين او كوبايتين ونص، وبعد كده بقى ايه تبداي تضيفي تدريجيا كده حسب قوام الخليط معاكي. تمام. تمام. هلخد المكونات. انا نخلاها قبل كده وعدت نخلاها تاني كمان مره عشان نزود الهشاشان بتاعها يعني وكده، وندخل توابل الدقيق. وهنزل بقى بالخليط بتاعي بعد ما ضربته بالخلاط كويس جدا حوالي كده 5 دقايق. هنزل بقى كده واقلب في اتجاه واحد. هتقلبي كل المكونات في اتجاه واحد بالراحه، وفي نفس الوقت بسرعه كده بالراحه، عشان مش عايزين برضو نخرج الهواء اللي احنا دخلناه في الدقيق. طبعا ما تنسيشي ذره الملح. بصي يا بنات، انا ضفت بقى تريكايه بقى حلوه قوي. عارفه معلقه الشاي على طرفها كده ذره بسيطه من البيكنج صودا. عارفين بيكنج صودا؟ اللي هي اللي انت بتجيبيها تحطها على عجينه الفلافل لو انت عامله فلافل في البيت وكده. خدت ذره بسيطه كده ضفتها. بصراحه خلت معايا الكيكه هشه معايا زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو، هشه بالارتفاع اللي انتوا شفتوه. نزلت ب3 كوبايات من دي قلبتهم، حسيت الخليط معانا خفيف عايز دي كمان. نزلت كمان بنص كوبايه، بصيت لقيتها كويسه جدا. طبعا لو كنت عايزه كنت هزود. لان دي زي ما قلت لكم احنا بنعمل معيارين، فالمعيارين برضو عشان برضو يعني تطلع معاكي مظبوطه. انزلي بالخليط بتاعك ايه تدريجيا. بصوا القوام ده القوام المظبوط، ده قوام حلو، مفيش اي تكتلات معانا. العجينه معانا مظبوطه. يعني السمك بتاعها ده كده حلو قوي مظبوط معانا.
تمام. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، طبعًا هاكون دهناها زيت ومبطناها دقيق. طبعًا لو صينية تيفال هتستكفي بإن أنتِ بس تدهنيها دهنة زيت وخلاص، كده التيفال مش بيلزق فيه حاجة يعني وكده، عشان ألمونيا بطّنتها دقيق لأ وسمنة مش زيت. طبعًا تقدري تبطّنيها بقى إيه لو أنتِ حابة زيت بس، سمنة اللي أنتِ حاباه. أنا بطّنتها كلّتها سمنة، ونزلت عليها بالدقيق. بُصّوا يا بنات، إحنا نزلنا بكوباية زيت زي ما أنا قُلت لكم، ممكن تحطّيها سمنة على زيت. تمام، هتفرق معاكِ أوي الmix ده حلو أوي بيدّي معاكِ طعم حلو. أنا حطيت يعني معلقتين تقريبًا أو 3 معالق من السمنة، وبرضه كام مكعب زبدة بصراحة، يعني اللي هو الزبدة الفرن عشان الزبدة الفرن في الحلويات بتدّيها طعم حلو أوي، وكمّلت الباقي زيت. يعني أنا بصراحة ما كنتش حاطة كل الكوباية زيت، عشان برضه أكون إيه قايلة لكم الطريقة بالضبط. فضّيت الخليط في الصينية بتاعتي، هبّتها كده هبّتين. بُصّي يا ستي، تعرفي إزاي إن الخليط معاكِ مضبوط في الصينية؟ يكون الخليط مغطّي أول نِبّة من صباعِك. تمام. اعرفي كده إن الخليط مش كتير على الصينية بتاعتِك ولا حاجة، هتدخّليها الفرن، طبعًا الفرن يكون والع قبلها مسبقًا يعني. سخن معاكِ الفرن هتدخّلي الصينية، أنا دخّلتها حطيتها على الشبكة وهدّيت عليها النار وسِبتها إيه تستوي براحتها. أهم حاجة ما تفتحيش عليها الفرن، سيبيها تستوي مع نفسها. أول ما تحسي كده كل شوية راقبيها كده من الإزاز الفرن بتاعِك، شغّلي اللمبة وراقبيها كده بُصّي، تلاقيها بدأت يعني إيه تاخد معاكِ لون كده وحسيتِ إن هي الطروف بتاعتها كده احمرت معاكِ ودخلت معاكِ في السوا، يبقى تمام كده. تقدري تفتحي عليها بسرعة كده، تولّعي الفرن من فوق اختبريها الأول بالخلة ولّعي عليها من فوق بقى إيه، وسيبيها تاخد معاكِ اللون وتقفلي عليها، تطلع معاكِ زي العسل. طبعًا تستني عليها شوية تهدى وبعد كده تقطّعيها. طبعًا أنا عشان التصوير، عشان بقى يعني إيه بابقى عايزة أخلّص بقى تصوير وكده والفيديو كُلّته يخلص، فبقى إيه باضطر إن أنا أقطّعها سُخن. ما خدتش بالي إن أنا كنت رافعة إيدي فوق مش باينة في الكاميرا. بس بُصّوا أهي، يعني شايفين هشة قد إيه؟ ما شاء الله طالعة معانا مستوية مش معجنة، ما فيهاش ولا غلطة ما شاء الله يعني. وجميلة. شايفين الارتفاع بتاعها؟ ما شاء الله الارتفاع بتاعها عالي جدًا. يعني تقطعي بقى تقطعيها لأولادِك اللي هي مكعبات رفيّعة، لإن هي ما شاء الله ارتفاعها عالي، فتبقى جميلة أوي روعة كمان. ممكن تعملي خليط وتقسميه على صينيتين صغيّرين عندِك. شايفين ما شاء الله جميلة وحلوة واخدة معانا لون حلو. وكانت حلوة. بُصّوا بقى أنا هاقول لكم على فكرة، أنا ليه عملت صينية كبيرة. طبعًا إحنا كنت قطّعتها بقى وأكلنا أنا وأولاد وكده، وبعد ما أكلنا بقى إيه، أنا مسكت بقى بدأت أصغّر التقطيعة، الخُرَط بدأت أخلّيها خُرَط رفيّعة كده. ليه بقى؟ بُصّي يا بنات، دي العلبة دي العلبة دي كنت جايبة فيها بسكوت كده كان بيتباع عند العطار، البسكوت اللي هو لوتس ده. بتبقى علبة على بعضها، كنت جايبة العلبة دي ب40. طبعًا لمّا خلصت البسكوت وكده مسكت العلبة غسلتها، طبعًا مغسولة متعقمة. هاجيبها بقى أحط فيها إيه، هاحط فيها اللي هي أمليها أو حُطّي فيها العدد اللي أنتِ عايزاه من من مكعبات من الكيكة. بكيكة. بُصّوا بقى، هتاخدي العلبة دي معاكِ في شنطتِك رايحة نادي بتاع. طبعًا الأولاد بيجوعوا بعد التمرين، أو أنتِ حتى لو خارجة خروجة مثلًا هتروحوا تقعدوا في جنينة، تقعدوا في حديقة والّا حاجة، هتاخديها معاكِ تطلّعوا تاكلوها. فهي حلوة، ميزة الصينية الكبيرة تقدري بُصّوا أنا كده كنت باعبّيها واخداها معايا النادي، حطيت فيها كيكة وقفلت العلبة وخدتها معايا في شنطتي مع إزازة المَيّة بتاعة الأولاد، وكده تبقى حلوة. الأولاد جاعوا وعايزين ياكلوا حاجة حلوة فتبقى معاكِ. ما تنسوش يا بنات تشتركوا عندي في القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكم كل باحبكم في الله، سلام عليكم.